بعد التوتر الذي تظاهر بين الكتل النيابية خلال اجتماع للجان النيابية المشتركة حول قانون الانتخاب، تم إرجاء النقاش به إلى ما بعد عيد الفطر، ليتسنى للكتل النيابية تقديم اقتراح قوانين انتخابية جديدة أو إدخال بعض التعديلات على القانون الحالي. فما هي أبرز النقاط الخلافية؟ عمليا طبعا اليوم التمثيل بيختلف ما بين لبنان دائرة انتخابية وحدة وبين لبنان دوائر فردية، يعني 128 دائرة، وكل جهة سياسية بتتبنى الصيغة اللي بتحقق لها حضورها وحجمها النيابي اللي بتطمح انه تمثله. طبعا اليوم بعد ما طرح كتلة التنمية والتحرير لبنان دائرة انتخابية وحدة، كان الرد انه لبنان 128 دائرة، وهذا بيترجم بالصراع اذا بدك الطائفي السياسي اللي بيشهده لبنان منذ سنوات، واللي بيمنع ان يقر قانون عادل للانتخابات النيابية. نحن اليوم بالقانون الحالي رحنا على صيغة 15 دائرة انتخابية وفق قانون النسبية. أنا بتصور الرفض المسيحي لموضوع الدائرة الوحدة سببه هو الخلل الديموغرافي، لأنه نحن بنعرف اليوم أنه اللي انتخبوا السنة الماضية هن تقريبا 1,950,000، في 550,000 مقترع مسيحي و1,400,000 مقترع مسلم. فاليوم البلوك الشيعي حاضر، إذا عاد تيار المستقبل لممارسة دوره رح يكون في بلوك سني كبير حاضر، وبالتالي ما بيعودوا المسيحيين قادرين يجيبوا النواب ال64 المسيحيين. دايما بأي شكل من أشكال القانون رح تضل المناصفة موجودة، 64 نائب، 64 مسلم، 64 مسيحي. مثلا بالقانون الحالي اللي قائم على النسبية ب 15 دائرة انتخابية، قدروا المسيحيين يوسطوا بأصواتهم تقريبا 53 أو 54 نائب، يعني في 10 بس نواب مسيحيين اجوا بأصوات المسلمين. أما إذا رحنا على لبنان دائرة انتخابية وحدة، ولو إنه الصيغة المطروحة هي إنه لوائح رح تكون مناصفة مسلم مسيحي، رح يضل في عنا كمان 64 نائب مسلم و64 نائب مسيحي. بس أنا برأيي النواب المسيحيين اللي رح يجوا بأصوات المسيحيين لن يزيدوا عددهم عن 25 نائب مسيحي، وبالتالي في عندك 39 نائب مسيحي رح يجوا بأصوات المسلمين، وهذا بقول لك نتيجة إنه كبرنا الدائرة وفي خلل ديموغرافي. لذلك بنفهم شو هو سبب رفض المسيحيين للدائرة الانتخابية الكبيرة. كذلك العودة إلى الدائرة الفردية تحقق تمثيل، ولكن مطلوب إنه نحن ننفتح أكثر. يعني أنا بقول إنه إذا الدائرة الأولى الكبيرة لبنان دائرة واحدة مرفوضة، ولبنان 128 دائرة كمان مرفوضة، يفترض من هذا الرفض المتبادل للصيغة الصغيرة والصيغة الأكبر أنه نبلش نفكر بدوائر على مستوى المحافظات، ممكن على مستوى دمج أكثر من قضاء بمحافظة، يمكن نكون عم نحكي عن 15 دائرة مثل هلأ أو 10 دوائر، وبالتالي يفترض أنه نبلش نفكر بدوائر كبرى وليس دوائر كبيرة أو دوائر صغيرة. بموضوع اقتراع غير المقيمين، طبعا أنا بشدد أنه اليوم نحن لبنان مثل ما بنعرف في حوالي 950,000 أو مليون ناخب لبناني مقيمين بالخارج، وهذا منه تفصيل. يعني تصوري أنت أكثر من 25% من الناخبين اللبنانيين هن مقيمين بالخارج، لذلك تمثيلهم ضروري. يعني مش عم نحكي عن أنه في 100,000 أو 200,000، عم نحكي عن ربع الناخبين اللبنانيين اللي هن فوق 21 مقيمين بالخارج. فكانت الصيغة الماضية أنه يتمثلوا ب6 نواب، والبعض رأى أنه هذا إجحاف، لذلك تم تعديل القانون وعطوهم حق يقترعوا للنواب 128 هون. هلا رجعنا نبحث من جديد، هودي النواب رح يمثلوا اللبنانيين بالاغتراب أو لا، رح يرجعوا اللبنانيين المقيمين بالاغتراب يقترعوا لل 128 نائب. هون النقاش. أنا بفضل إنه يقترعوا لل 128، لأنه أصلاً الاقتراع هو حسب مكان القيد وليس حسب مكان الإقامة. يعني أنت مقيمة بفرنسا بس قيدك بالجنوب أو ببيروت بتنتخبي هون. كذلك إذا أنت قيدك بالجنوب أو ببعلبك أو بعكار وساكنة ببيروت ما بتنتخبي ببيروت، بتنتخبي بمكان قيدك. فعمليا كيف بدنا نطبق انه شرط
مكان القيد للاقتراع إذا كنت بلبنان، وإذا كنا بالخارج بنقول لا بدك تقترع بالخارج ل6 نواب. إذا أنا بشوف هاي المسألة لم تحسم حتى اليوم، لأنه اقتراع غير المقيمين له تأثير على الوضع اللبناني. اليوم نحن السنة الماضية تسجل الاقتراع 225 ألف ناخب، اقترع منهم 141 ألف. هول 141 ألف أدوا إلى تأثير بنتائج 8 دوائر من أصل الدوائر ال15، وغيروا تقريبا نتائج 9 نواب. وبالتالي مشان هيك اقتراع غير المقيمين بده ياخذ وقت طويل من البحث والنقاش، لأنه له تأثير على الانتخابات بلبنان.